كومة خشب مرمية. كويس. وبعدين بترجع تقف تاني، تقف لحد ما تظهر في الكادر الأخير بشكل مكتمل وأحلى من اللي بدأت عليه. تمام. غرضي من كده إن أنا بقول إن الساقية بتمثلي عنصر الزمن اللي هي الأيام، وإن إن إحنا بتيجي علينا أيام بنقع فيها بس لازم نقوم تاني. بس تمام. فهي دي يعني لازم فكرتي نواجه الصعاب يعني. أيوه، هي لازم جميل. نواجه الصعاب. جميل. طب دي بمناسبة ان احنا بنتكلم عن الرياضة، يعني هل تناولتوا الرياضة في لوحات فنية ولا انا لا؟ عملت لوحات مش جايبها كده النهارده؟ لا دي مرسومة على حيطة في مدرسة. ها. راسم حوالي 4 لوحات للرياضة، كلهم بيتناولوا موضوع الرياضة بأشكال مختلفة بتنوعها. بكل انواع الرياضات كل قصدك؟ أغلبية أنواع الرياضات كنا عاملين لها شغل. كويس. طب انا اللوحة دي ماسكها تمام؟ كده صح. جميل. طيب نمسك بقى اللوحة دي ونشوفها. دي ايه بقى؟ دي عبارة عن مجموعة أواني، بدأت أنا أخدهم بأسلوب قريب للتجريدي شوية، كويس. وبعمل تأثيرات الألوان باختلافها. أنا مش شغال بإن أنا لازم أعمل ظل ونور باتجاه واحد وكده، يعني هتلاقي النور والظل مختلف في كذا مكان. وهنا التكوين أصلا كان عبارة عن شوية كاسات، وأنا أبدأ أحرف في شكلهم عشان يوصل بالصورة دي. هل انت غيرت في الصورة الرئيسية، يعني في مثلا لوحة صورة زي كده، هل غيرت في شكلها؟ ما هو بتبقى حاجة شبيهة بكده، أنا ببدأ أخدها بقى بإحساس أنا بيها، أنا شايفها تتناولها إزاي. من زاويتك انت، من رؤيتك من رؤيتي أنا. تمام. أحط عليها إحساسات اللي أنا عايزها كلها. كويس. طب عملية اللون الأخضر والفسفوري اللي انت مستخدمه ده، الغرض منه ايه؟ هو هنا الفسفوري ده يعني هتلاقيه على طول اللي هو النور. أغلبية لوحات هتلاقي فيها الألوان الفسفورية دي بتعبر عن النور في اللوحة. يعني أنا أحب جدا أستخدم اللون الأصفر ده كتير. تمام. جميل. يعني هل معنى كده ان كل فنان بيتأثر بلون فبيبقى معاه دايما؟ اكيد، بس مش لازم يبقى معاه دايما يعني. مش لازم اللون كل اللي اللوحات. بتأثري بيه اللي مش بيبقى مشترط. يعني. حضرتك لو تلاحظ في اللوحات في بحب اسيب مساحه بيضاء. كويس. عايزه دايما يبقى في اللوح بتاعتي امل، في تفاؤل. انا على فكره في لوحي بخاطب الشباب يعني، مش بما اننا برنامج شباب على الهوا، بس ده مش عشان البرنامج ولا حاجه، يعني لوحي اوريدي بتخاطب الشباب. ده شيء رائع. بس انا هعرف بتخاطب الشباب من اي زاويه وفي ايه، بس بعد ما استقبل تليفون معايا ساره على التليفون. يا ساره. السلام عليكم. ازيك يا ساره؟ ازيك يا محمد؟ سنة طيب. وانت طيب. ايه الاخبار؟ الحمد لله. تلعبي رياضه في رمضان ولا لا؟ نعم. تلعبي رياضه في رمضان ولا لا؟ بعد الفطار بس خفيف يعني، ما اكدبش عليك. يعني خفيف ازاي يعني؟ ماشي بس يعني حابه جري كده، تمرينات بطن، تمرينات دراعات وخلاص. طب جميل، يعني بتمارس الرياضه؟ لا، وبمشي كتير في نهار الصيام. كويس. ما بتحسيش بالتعب يعني؟ لا خالص، الحمد لله. جميل. الحمد طيب لله. النهارده كمان بنتكلم عن الرياضه في رمضان والفن في رمضان. بص، الرياضه في رمضان خلاص اتكلمنا عليها. الفن في رمضان انا عاجبني قوي اللوحه بتاعت الساقيه. بتاعت الساقيه. عجباني قوي. ميرسي يا ساره. ربنا يخليك، حلوه بجد يعني. جميل. واحنا كمان كنا في الكليه بنعمل الحاجات دي. من اهم الحاجات البيضاء، يعني المساحات البيضاء اللي الانسه سايباها. ياسمين. ياسمين، I'm so sorry. لا مفيش مشكله. احنا كنا بندرسها ان المساحه البيضاء هي بتلفت النظر اكتر. يعني لما انت تحط حاجه في وسط حاجه بيضاء، انت هتلفت النظر للحاجه اللي جواها اكتر. تمام. دي كنا بناخدها في تصميم الاعلانات. فانت عايز تبرز حاجه او عايز تبين حاجه، انت بتسيب مساحه بيضاء حواليها. كويس. بالنسبه لتاثير الالوان، اكيد تاثير الالوان حسب الميول الشخصيه للفنان، وحسب كمان المجريات اللي حواليه. يعني الناس اللي حواليه بتحب ايه، اللون ده هيوصل لهم ايه. لو انا خاطبت الشباب باللون ده، هيفهموا اللون ده ولا مش هيفهموا. دي اعتبارات كتير قوي بيحطها في دماغ يعني في ذهن الفنان. بس طبعا انا اكتر يعني مش هقدر اتكلم عن الموضوع ده اكتر من كده، لان انا طبعا الفن ما يعني مش قوي فيه. بس موضوع تصميم الاعلانات ده اكتر حاجه لفت النظر عشان الابيض. كويس. عشان ده انا درستها يعني. كويس. طب هنمارس فن احنا كشباب ولا لا؟ انا بمارس الفن، بس مش الفن على المستوى ده. يعني برسم حاجات بسيطه صغيره، لان احنا برضو اخدنا رسومات الكاريكاتير عشان تصميم الديزاين في المواقع والديزاين في الحاجات دي كلها. فبنرسم حاجات خفيفه، مش بمستوى احترافي. ولا هنمارس الرياضه في الصيام؟ بمارس والله يا محمد. طيب كل سنه وانت طيبه. انت طيب يا محمد. شكرا ليك يا ساره. ردي بقى على سؤالي. اتفضل. اللي هو انت بتقولي انك لوحاتك بتعبر عن الشباب.
بتعبر عن الشباب ازاي؟ هل من مشاكل الشباب، ولا هل من مواضيع الشباب، ولا هل من حكي الشباب، ولا هل من ستايل الشباب، ولا من ايه؟ لا مش ستايلهم. انا بخاطب من ناحية ان الشباب لازم يكون جواهم امل. كويس. انا سمعت حضرتك قبل كده في البرنامج بتتكلم الشباب قاعد على القهاوي. طيب قعدة القهاوي مش هتوصلنا لحاجة. تمام. يبقى لازم يكون في طموح، في هدف قدامي انا عايزه اوصله. تمام. مهما وقعت، مهما واجهت من صعوبات، فلازم طموحي وتفكيري وان انا اسعى للحاجه ديت لازم احققها، وان انا ابقى حاطاها قدامي. جميل. فمثلا في لوحه هنا كنت اللوحه دي اسمها اندر كونستراكشن، يعني تحت الانشاء. تمام. بتكلم فيها عن ان لو في اساس قوي او متين للحاجه، سواء بقى ايا كان، سواء شخص او عماره بتتبني، فهيبقى البنيان قوي، مش مع اول عاصفه هيقع. كويس. بس فلذلك انا بختار الخشب، لان الخشب اللي هو مستمد من الاشجار. تمام. وبيجي مثلا خريف بتلاقي الشجر الورق دبل ووقع، بس بيجي تاني ربيع وبيرجع اخضر تاني. جميل. فانت بتحاول انك انت بتقول ان احنا لازم يكون هناك محاولات، والاساس مهما هو اللي موجود وهو اللي شايل الشجره. جميل. بس طيب محمد، تحب تقول ايه للشباب النهارده في نهايه لقائي معاك؟ والله هو الحمد لله يعني المفروض ان كل الشباب تبدا يشوف حاجه يمارسها هوايه، يعني كشغل، واللي مش لاقي شغل الحاجات دي خلاص يعني ربنا يسهل فيها للشباب. تمام. بالنسبه للهوايات، شباب كتير عندهم هوايات كتيره ومدفونه. كويس. فالمفروض هو يبدا ينمي في الهوايات، هيلاقي فيها نفسه. يعني ما لقاش في الشغل مثلا، ممكن كهوايه توصله لحاجه كبيره. تمام. واحنا يعني يعني مثلا بالنسبه لينا في الجمعيه، احنا عباره عن مجموعه شباب عملنا جمعيه وبنبدا نطلع بيها للعالم كله. كويس. وعايزين ان شاء الله، عايزين ان شاء الله الشباب تيجي وتساند، يعني ده حلو، هيتعلم مننا وهيتعلم مننا باذن الله. محمد، استاذنك نستقبل تليفون معانا، اخر تليفون معانا هناء. يا هناء. ايوه. كل سنه طيبه. حضرتك طيب. رمضان كريم. الله اكبر. ايه رايك في اللوحات النهارده؟ جميله جدا جدا بجد. انا عايزه اقول بس ان انا معاهم في الاتحاد. ان انت ايه؟ معاهم في الاتحاد. معاهم في الجمعيه. جميل. برضه الفن التشكيلي؟ الفن التشكيلي برضه. واخبار الرسومات ايه؟ تمام. طب قولي لي، انت بتمارسي الرياضه في الصيام ولا لا؟ يعني هم ولا خفيف خفيف؟ لا تقيل. جميل. انا بشكرك جدا يا هناء على مشاركتك، وشكرا ليكي. والوقت انتهى، انا محتاج برضه هتقولي ايه للشباب يا ياسمين؟ عايزه اقول لهم ان كل حد لازم يحط هدف قدامه علشان يوصل له، ومفيش حاجه بتتحقق من غير صعوبات ومتاعب، ولازم نقع ونقوم تاني. صح. وان شاء الله خير يعني. صح. ياسمين شرفتينا. وعايزه اقول لهم يمارسوا الفن التشكيلي. مش يمارسوا، مش شرط يمارسوا، بس يدوا نفسهم فرصه ان هم يروحوا يتفرجوا ويفكروا ممكن اللوحه دي بتعبر عن ايه. يعني انا شرحت وجهه نظري النهارده علشان اتيح لهم ان هم يدركوا الخطوط ديت ممكن تكون توصلنا لايه يعني. جميل. مش اقول ايه ده اللوحه دي بتعبر عن ايه وامشي، لازم اقف ادي نفسي فرصه لان انا اتخيل واوصل لحاجه. ياسمين حسن، محمد جمال، شرفتوني ونورتوني، بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، موفقين باذن الله ومن احسن لاحسن. ان شاء الله. يمكن النهارده اتكلمنا عن نقطتين. النقطه الاولانيه ان الرياضه في الصيام مفيده جدا لصحتنا، لكن في نفس الوقت نكون عارفين ان الكم في ممارسه النشاط الرياضي ما يبقاش بكم كبير، يعني ان نمارس النشاط الرياضي بما يتناسب مع الصيام، يعني ما نبذلش مجهود جامد جدا على اساس ان احنا بعد كده ما نفقدش ميه كتيره من جسمنا. اما النقطه الثانيه ان الفن بيساهم بشكل كبير جدا في اكساب القدرات، في وضع الاهداف، في فهم الحياه. يا ريت نفهم حياتنا بشكل كويس، ويا ريت لما الشجره ورقها بيدبل بيرجع مره ثانيه، احنا كمان لما نلاقي ان في صعوبات نحاول مره واثنين وثلاثه وعشرة علشان في النهايه نحقق اهدافنا. يا رب تكون رسائلنا وصلت لحضراتكم. ما تنسوش مواعيد البرنامج في شهر رمضان الكريم، سبت وحد واثنين وثلاث من الساعه 3 للساعه 4 على الهواء مباشره. منتظرون ان شاء الله من 4:30 ل 5 في قال تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء. ولا اتولد ولم يلد، أقسم بعزة الأحد ولا اتولد ولم يلد، بلجأ إليه مفيش سواه، مطلبش من غيره المدد، أقسم بعزة